مرحبا، السلام عليكم. كيفكم متابعين؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم أم بلال من مطبخ العربي في ألمانيا. واللي جديد على القناة يشترك ويفعل الجرس ليوصلوا كل جديد. نستفتح معكم الفيديو بالصلاة على النبي. تحلايتنا لليوم هي الكليجة العراقية. وبنبدأ معكم تحضير وصفتنا. معانا كيلو طحين متعدد الاستعمالات، وهدول المواد كلهم رح احط لكم اياهم بصندوق الوصف. اول اشي بنجيب 3/4 الكاسة حليب، ورح ضيف لها ظرف خميرة حتى يتفاعل شوي، لازم تكون شوي دافية. ورح حركها وحط لها 3 معالق سكر، وفي منكم كمان ما بيحطوا لها سكر، بس هي 3 معالق ما رح تأثر على كيلو الطحين. مثل ما بتعرفوا انه التمر هو اللي بيحلي العجينة. وهلأ رح حطها تتفاعل مع بعضها، وبنبدأ معاكم التحضير. رح انخل كيلو الطحين حتى يفوت الهواء كله لقلبه، وتكون عجينتنا مرتاحة. هي الكليجة أنا كتير بحبها عند رفقاتي العراقيين، وقت بروح عليهم بالعيد ما شاء الله تبارك الرحمن بنستنى العيد استني حتى دوقها عندهم. قمت جبت الوصفة من عندهم، وهلأ بنبدأ معاكم التحضير، وبإذن الله رح تعجبكم. رح حط نص ظرف بكنج بودر، ما بدي إياها أنا تنفش، بس بيعطيها شوية نفخة بسيطة للعجينة. ورح حط ظرف كامل فانيلا، وبحرك كل المواد الجافة مع بعضها. وما بننسى شوية الملح اللي رح نحطها. رح حط نص معلقة ملح صغيرة، شوفوا كيف ما كترت. كمان بنحركهم مع بعض. عندي 1.5 كاسة زبدة، أنا ما حطيت كل العيار سمنة حتى تكون طرية، أو كل العيار زبدة حتى ما تطلع قاسية. وضفت نص كاسة سمنة نباتي، ومعانا معلقة هال مطحونة. ورح نحط الحليب اللي اختمر عنا، شوفوا ما شاء الله كيف اختمر، لأنه دافية ما بصير نحطهم سخنين. حتى السمنة والزبدة ما لازم تكون سخنين، لأن بس إن كانوا سخنين العجينة رح تصير معانا سمرة. وهلأ منحطهم بالعجانة أو بتعجنوهم على إيدكم، لأن عيارة كتير ظابط، لا بده مي لا بده حليب. شوفوا هلأ كيف ما شاء الله تبارك الرحمن، وكل واحد حسب الطحين اللي عنده. شوفوا كيف قوامها، عم فرجيكم كيف العجينة. ورح خليها تختمر عندي نص ساعة. رح حطها على الطاولة، ما رح حطها بالبراد، ومنسكرة بالنايلون الغذائي. ورح حطها مع جنب حتى ساوي معاكم التمر. التمر عندي هلأ مقلاية رح سخنة شوي، وعندي هذا التمر 900 غرام، يعني أقل من كيلو. هلأ العراقيين بيقولوا رح حط شوي زيت نباتي، بس العراقيين بيقولوا إذا بدكم إياها على أصولها لازم التمر أنتو تفتحوه على إيدكم وتحطوه بالمقلاية، بس أنا لسرعة التحضير جبته مطحون خالص. وهلأ رح ضيف له نص كاسة سمسم، هذا اختياري. مع الهال لازم نسخب الهال لأن طعمته كتير كتير طيبة مع التمر. وهلأ منتم نحركها حتى المواد يفوتوا كلهم مع بعض وينمزجوا كتير منيح. أنا بدي العجينة دافية، يعني كان فيني أعملها على البارد، بس أنا بدي إياها دافية. لإلكن هلأ شو رح نعمل فيها. عندي كيسين رح افتحون، وجبت كيس تاني. رح حط شوية تمر. شايفين كيف التمر صار لين ما شاء الله تبارك الرحمن. هلأ ما بيعذبني كتير بالفرد، شوفوا لأنها سخنة ما عم بقدر لقى بإيدي. رح افردها هلأ بالشوبك. انتبهوا أنا ما قليته، دفيته تدفاية، وفيكم بدال الزيت النباتي تحطوا شوية زبدة.
هلأ رح شيل الحراف، رح أعمل سماكتها نص سنتي أو أقل بشوي. شوفوا هي رح حطها مع جنب لساوي الباقي. كمان رح افتح كيسين. انتبهوا أنا ما شلت الأكياس عن بعضها. رح ساوي الثانية وأفردها مثل هديك. هلأ بيسهل معاي الشغل فيها. شوفوا كيف عملتها مستطيل. رح حطها فوق الأولانية. شوفوا هلأ اختمرت عنا نص ساعة، ما اختمرت كتير. رح شيل نص العجينة. كمان فتحت أكياس نايلو من تحت وفوق. وشوفوا هلأ شو رح نساوي فيها. رح افتح العجينة وكمان رح أعملها نص سنتي. هلأ بجوز تقولوا أم بلال ليش ما عملتيها كل وحدة بوحدتها؟ بس هيك أسهل للتحضير وأسرع. يعني أنا بينما هلأ رقيتها قبالكم حميت الفرن على الفوق والتحت على 150. شوفوا هلأ كيف حطيت هي الطبقة. شلت الكيس النايلو وحطيتها وكمان عجنتها شوي، رقيتها شوي حتى يتمازجوا مع بعض. ورح شيل الزوايد هي حتى ما تعذبني. وهلأ منبلش اللفة. شوفوا كيف عم بتنيها شوي بسيط. وهلأ منلفها. كيف صار اللف سهل علينا. هلأ رح اقسمها بالسكينة. أنا على فكرة ما بعرف العراقيين إذا هيك كمان بيعملوها على كيس النايلو، بس لقيت هي أسهل إلي وإلكن حتى إذا جربتوا العيار. وعندي هي قطعت البطاطا رح أقطع فيها. لقيت منظر كتير حلو. لا تنسوا العجينة رقيتها شوي من فوق حتى خليها مبسطة ما مدورة تدوير. وهلأ رح حطها بالصينية على ورق الزبدة، أو فيكم ما تحطوا لها ورق زبدة لأن ما شاء الله هي مشبعة بالسمنة مثل ما بيقولوا إخواتنا العراقيين فيها دهن منيح. يعني كاسة ونص مع كاسة ونص زبدة مع نص كاسة سمنة، يعني كاستين للكيلو. يعني هذا كتير كافي إلها. شفتوا كيف بكيس النايلو سرعة اللف ما شاء الله. وهي رول تاني معانا. شايفين كيف الحرف بنزله هيك بأصبعتي حتى ينمزج مع العجينة. ورح رد قطعة. مثل ما قلت لكم بسطتها هيك بإيدي شوي قبل ما أقطعها. وين إخواتنا العراقية ليشوفوا طريقتي مزبوطة ولا لا؟ بدي إياكم تنتقدوني بهالفيديو وتقولولي شاطرة أنا بالكليجة ولا لا؟ لأن أنا عملت أصابع التمر هي شبيهة أهل سوريا بيعملوهم وشبيهة كتير بالكليجة، بس هي طعمة وهديك طعمة. واكتبولي بالكومنت قديش بتعطوني من 10 على هي العجنة. وشوفوا كيف رح نخزها بالشوكة بتعطينا موديل كتير حلو. وهلأ عندي بيضتين خفقتهم منيح منيح كتير، حتى فيكم تحطوا شوية حليب بس أنا اكتفيت بالبيض. ورح ادهنها كلها حتى تعطيني لون حلو. والبيض حطيت له شوية فانيلا حتى تروح الزنخة منه. أو فيكم تحطوا حليب، أو فيكم كمان تحطوا قهوة، درة قهوة صغيرة كتير، أو فيكم كمان تحطوا قطرة نسكافيه. ما بعرف اللي شاف الفيديو المعروك هديك السنة أنا مساوية فيديو المعروك هداك رمضان، حطيت كمان دهنتون بيض، دهنت العجينة بيض ومعلقة صغيرة نسكافيه. وشوفوا كمان هي كيف قطعتها مثلثات كتير موديلها حلو. كمان نخزتها وحطيتها بالفرن. وشوفوا كيف النتيجة ما شاء الله تبارك الرحمن، منظر بياخد العقل. يعني لو انه مقدن المغرب كنت حطيت كاسة هالشاي جنبها وكنت اكلت كل الصحن. تعرفوا انتو برمضان الجسم بيتطلب بالحلو، خصوصا اذا جاي العيد. كل سنة وانتو سالمين. كمان هي
هي الكليجة لازم تكون على سفرة العراقيين. ونحن هلأ إخواتنا بالغربة عمال نشوف طقوسهم وهن بيساووا مثلنا ونحن بنساوي مثلهم، صرنا كلياتنا عيلة وحدة. طبعا هي الكليجة اللي أنا عم ساويها بالتمر، كمان في بالجوز وفي بجوز الهند وفي كمان بالراحة. هلأ أنا خصصت خصوصي هذا الفيديو لساويه بالتمر، وإن شاء الله الفيديوهات القادمة رح ساوي كمان حشوة جديدة. وهي كانت تحلايتنا لليوم. لا تنسوني من اللايك وتشيروني لأصدقائكم، واللي جديد على القناة يشترك ويفعل الجرس لتوصلوا كل وصفاتي. وكانت معكم بلال من مطبخ العربي في ألمانيا، والسلام عليكم ورحمة الله.